Olá gente, tudo bem؟ في حلقة النهاردة هنتكلم على تصريفات الأفعال الشاذة في المضارع. في الحلقة اللي فاتت اتكلمت على تصريفات الأفعال العادية وازاي بنصرفها، ولأنها أفعال عادية معناها إن هي ليها قاعدة معينة بنمشي عليها علشان نصرف كل فعل. يعني الأفعال ليها تشكيل ثابت ما بيتغيرش، إنما الأفعال الشاذة اللي هنتكلم عليها النهاردة هي أفعال ليها تركيبات مختلفة شوية، ما بتمشيش على القواعد اللي بتمشي عليها الأفعال العادية. خليكم معايا في الحلقة دي علشان هتكلم على الأفعال الشاذة في المضارع. قبل ما اتكلم على موضوع الحلقة النهاردة هتكلم على موضوع الأفعال العادية وتصريفاتها. في الحلقة اللي فاتت اتكلمت على الموضوع ده وقلت مثلا فعل فلا اللي هو فعل عادي، لو صرفته مع او هقول eu falo، يعني شلت اهي اللي في نهاية الفعل في المصدر وحطيت حرف الاو. تعالوا نمسك كلمة follow اللي هي متقسمة لفال و فال هي الجذر والاو هي النهاية. اللي بيخلي اي فعل عادي هو وجود الجذر بتاع الفعل اللي هو في الحالة دي فال ثابت ما بيتغيرش خالص، وبرضو الحالة التانية اللي احنا بنحط النهاية برضو ثابتة بنحفظها على حسب الضمير اللي بنتكلم عليه. مع او طبعا احنا عارفين ان احنا بنشيل اهي اللي في الفعل في المصدر وبنحط او، فالاو النهاية دي ثابتة مع او. اوكي، اللي بيخلي بقى الفعل شاذ هو وجود حالة من الثلاثة اللي هتكلم عليهم دلوقتي. أول حالة وهي إن جذر الفعل مش جاي من مصدر الفعل، يعني لو شلنا النهايات زي ما قلت مثلا فعل فلا شلت اهي هيتبقى فاو، لا في الفعل الشاذ مش بيتبقى الجذر ده، بيتبقى حاجة تانية. الحالة التانية بقى وهو النهايات اللي احنا حافظينها اللي بنحطها بدل اهي أو اهي أو اهي مش النهايات اللي احنا حافظينها، يعني بيتحط نهايات تانية خالص او حروف تانية خالص مختلفة. وثالث حالة هو وجود الحالة الاولانية والتانية مع بعض، هو ان الجذر مش جاي من مصدر الفعل والنهاية مش جاية على حسب النهايات اللي احنا حافظينها. تعالوا ناخد مثل على الافعال الشاذة. اول فعل هنتكلم عليه من الافعال الشاذة هو فعل سه. فعل السه مع eu sou. تعالوا نتصرف فعل سه كأنه فعل عادي، واللي ما شافش الفيديو اللي فات شوفوا اللينك اللي هيظهر لكم دلوقتي بحيث ان تكونوا متابعين معايا انا بتكلم على ايه. فعل السه لو صرفناه على حسب الافعال العادية كأنه فعل عادي هنشيل ايه اللي في الاخر وهنحط او، فلو هو فعل عادي هيكون كده، بس هو في الحقيقة كده في حرف او زيادة. تعالوا نشوف كده، جذر الفعل زي ما هو صح حرف الاسي. طيب ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير هو النهاية، التهميناسيون او النهاية مش زي نهاية الافعال العادية، فبدل ما تبقى او بقت او، فعشان كده هو فعل شاذ. فعل السه مع você وإلي وإلا هو você إلي ela خدتوا بالكم ان التصريف ده ملوش علاقة خالص بجذر الكلمة او النهاية اللي احنا حافظينها، فعشان كده احنا نعرف ان هو فعل شاذ. فعل سه مع nós somos، لو كان فعل عادي كنا هنقول emos صح، بس هو omos ملوش علاقة خالص بنهايات اللي احنا حافظينها للافعال العادية، فعشان كده هو فعل شاذ. vocês eles elas são، لو كان فعل عادي كنا هنقول ام، بس النهاية بقت عليها تشو و فبقت سون، فعشان كده هو فعل شاذ. خلي بالكوا ان مش علشان الفعل شاذ معناها ان كل التصريفات مع كل الضمائر الشخصية هتكون مش ماشية على القاعدة. ساعات في افعال شاذة وبعض التصريفات مع بعض الضمائر الشخصية بتبقى ماشية على القاعدة عادي، باينة ان هي فعل عادي، بس لمجرد وجود تصريف مع ضمير شخصي معين واحد بس على الأقل فده بيخليه فعل شاذ. هديكم مثال دلوقتي. عندنا مثلا فعل está اللي هو برضو معناه يكون، بس اتفرجوا على الفيديو ده بتكلم فيه على الفرق بين فعل سه و está، الاتنين معناهم يكون بس في اختلافات في الاستخدام. está مع eu estou، النهاية مش ماشية على قاعدة الأفعال العادية. você وإلي وإلا está،
برضو النهاية مش ماشية على القاعدة اللي احنا حافظينها. nós estamos باين قوي ان تصريف está مع nós ماشي على القاعدة عادي كأنه فعل عادي، يعني الجذر زي ما هو est وamos هي النهاية للأفعال العادية مع nós estamos. خلي بالكوا ان ساعات الفعل الشاذ بيتصرف مع بعض الضمائر بطريقة عادية كأنه فعل عادي، فخلي بالكوا ان احنا لازم نبقى عارفين الفعل اللي احنا هنصرفه ده فعل عادي علشان نشوف هنمشي مع القاعدة اللي احنا عارفينها ولا فعل شاذ ان احنا هنحفظ تصريفاته او هنحفظ بعض تصريفاته. في عندنا افعال برضو تانية شاذة زي مثلا فعل ter poder dizer trazer fazer pedir ouvir saber. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا. لو ما اتفرجتوش على الحلقة اللي فاتت روحوا بصوا عليها، واتمنى انكم تستفادوا برضو بالحلقة اللي فاتت وكل الحلقات اللي موجودة على القناة. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان كل مرة انزل فيديو تعرفوا اول باول. لو عندكم اي اسئلة برضو سيبولي تعليقات تحت وانا هشوفها وارد عليكم، وممكن سؤالك يبقى موضوع الحلقة اللي جاية ان شاء الله. اشوفكم في الحلقة اللي جاية و تشاو.